من يومين كده كنت رايح اجيب سندوتشين كبده من المحلات المجهوله اللي هو كبده هوهو والحاجات دي. فرحت للراجل قلت له عايز 2 كبده اكل بس عشان ارجع معلش. قال لي والله يا استاذ العيش خلص، مش عارف اعمل لك سندوتشات، تعالى بكره. فمشيت وانا متضايق الحقيقه، يعني كنت عايز اكل سندوتشين الكبده المشبوهين دول. فتاني يوم بقى انا ناصح، قلت امبارح العيش عنده خلصان، معلش انا هجيب عيش معايا. فجي خدت عيش، جبت عيش معايا بزياده، يعني قلت حتى لو قال لي العيش خلصان انا معايا عيش. ورحت له واديته العيش، قلت له عايز سندوتشين كبده. قال لي والله يا استاذ معلش اصل الكبده خلصت. قلت له ما العيش اهو. قال لي ما العيش موجود بس ما فيش كبده اعمل لك السندوتشات اللي انت عايزها. فانا الحقيقه كنت متضايق، فقلت انا هشرح له حاجه بقى. قلت له على فكره انت كده شرحت لي الليميتنج ايجنت. قال لي ايه ده؟ ايه البتاع ده؟ فقلت له الليميتنج ايجنت ده هبسطها لك. امبارح كان العيش والنهارده كان الكبده. قال لي مش فاهم حاجه. قلت له امبارح انت كان عندك كبده بس ما عندكش عيش، فالليميتنج ايجنت هنا كان العيش لان هو خلص، فبالتالي انت ما فيش تعمل سندوتشات. بس النهارده الليميتنج ايجنت اللي عندي كان الكبده، كان معايا عيش وانا جبت عيش وانت عندك عيش بس ما فيش كبده نعمل سندوتشات، فبالتالي المحصله ايه؟ ان ما حصلش ان انت عملت سندوتشات ليه وما خدتش اللي انا عايزه. فالليميتنج ايجنت ده او العامل المحدد للتفاعل هو الحاجه اللي بتخلص الاول وبتحدد لك هيطلع قد ايه من البرودكتس على الرغم من وجود حاجه اسمها الاكسس رياكتنت.